واحد يشد في الاخر، مره انا نشده، مره هو يشدني، مره. الشعب الليبي متألق. اليوم كمان جبنا لكم باش مهندس، صح؟ خلاص بطلنا طلاب. ماشيك ليه، خلاص رطبنا. بداية عرفنا عن نفسك. محمد سريني، عمري 25 سنه. درست هندسه كهربائيه في جامعه هانوفر. بالتحديد كان اوتوميشن او ما يسمى بالالماني اوتوماتيزيرون. والحمد لله يعني كملت على خير وتخرجنا. طيب بما انك متخرج جديد لسه فريش، احكي لنا هيك عن شعور التخرج. والله هو كان شعور يعني الحق شعور جميل جدا. خصوصا يعني كان بعد رحله طويله وغربه تقريبا 6 سنين ما بين لغه وشريك وجامعه. وبرضه يعني اللي خلى الشعور يجد اجمل ان الوالد والوالده كانوا حاضرين في البرزنتيشن تاعي. فكان يعني كنت نشوف في الفخر قاعد في عيونهم، خصوصا بعد رحله كيف ما قلت لك كانت سهله وكانت طويله يعني. فالحمد لله يعني عدت على خير، وان شاء الله الجاي افضل. الله يسعدك يا صقر، صدقا انا فخور فيك. يعني هذه حبيبي 6 سنوات رقم قياسي. حبيبي الله والله. يعني مش حبيبي والله. جدا مجهود جبار يعني. حبيبي بارك الله فيك. الله يوفقك وان شاء الله عليك. طيب شو نصيحتك للطلاب المقبلين على المانيا؟ يعني صدقا انت مثال يؤخذ بالاعتبار ب6 سنوات كلغه وكجامعه. والله انا هي في نصيحه ذكروها الشباب واجد فيديوهات قبلي، وانا من اكثر الناس اللي استفادوا من النصيحه هذه، ولا هي اننا نستفيد من خبرات الناس اللي قبلي. فانا الحاجه هذه كانت يعني سهلت علي الطريق واجد. كنت نسال في احمد، يوسف، طاهر، عماري، انت فكل واحد ناخذ منه في معلومه، وكنت ندير في كومبينيشن يعني للمعلومات، وندير فيها طريقتي. بعد مش ضروري ندير طريقتك او طريقه احمد او طريقه يوسف، بس كنت يعني نركب في ناخذ معلومه من هذا ومن هذا، وبعدين ندير في كومبينيشن خاص بيا ونلقى في الطريق الخاصه بيا. طبعا مش اي حد تسمع منه او تتبع او تاخذ منه النصيحه، لان انا الحمد لله يعني كان المحيط بتاعي كله ربي يحفظهم ان شاء الله، ونشوفهم دائما فعلا مراتب. يعني شباب كلهم جايين الهدف ان هم يكونوا مهندسين، ان هم يقدموا حاجه لانفسهم ولعائلتهم. فانا الحمد لله يعني هذه من النصائح اللي ننصح بين كل طالب يجي المانيا. الحاجه الثانيه فادتني الشخص اللي كنت نقرا معه، ممكن انت حتى انت مريت بها عباده. انا الشخص اللي كنت نقرا معه كان يعني شخص حتى هو مثابر، كان يبي يوصل للحاجه هو يبيها. فكنا كل مره واحد يشد في الاخر، مره انا نشده، مره هو يشدني، مره انا نشده، مره هو يشدني. فكان في حتى في سمسترات كنا ناخذه في مواد نديرهم في فورسين او نقدموا فيه تقديم، ما كانش في السمستر بتاعنا. فكان هذا يعني كنت نقدم له شخص، هذا يقدم له موتيفيشن، والعكس صحيح، هو يقدم لي في الموتيفيشن هذا يعني. يعني اهم شيء البيئه المحيطه، صحبه كويسه بالضبط وامورك 100%. 100% يعني انا كنت هذه الحمد لله بسبب دعاء الوالده ودعاء الوالد. يعني من اول يوم حطيت فيه كراعي في المانيا، الاشخاص الجديات كانوا جنبي ديما، كانوا